السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم سمية المزابية. اليوم جيت نشارك معكم الطريقة ديال واحد البسبوسة كتجي بالمندرين وبخيزو، كتجي زوينة لذيذة. كنتمنى انكم تجربوها، بما ان الموسم زعما ديال الليمون دابا، فعلاش لا ما نجربوهاش. كتجي لذيذة بزاف وكتجي هشيشة وخفيفة. بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشرة باش غادي نبداو بالتحضير ونذكروا المقادير في نفس الوقت. بالنسبه للمقادير غناخذوا هنا واحد الخلاط، راه كما قلت لكم ساهله. غنديروا فيه 3 ديال البيضات، كاس لاروب ديال سنيده كما شفتوا الكاس راه واضح عندكم، كاس ديال خيزو محكوك، كاس ديال عصير الليمون، كاس لاروب ديال الزيت. غادي نطحنوا هاد المكونات مزيان، وقبصه ديال الملح. البنات راه ما شداتش ليا في اللقطات، ولكن راني درت ضروري نديروا قبصه ديال الملحه. هنايا طحنت هاد المكونات كاملين، غادي نزيد عليهم كاس ديال السميده رقيقه وكاس ديال الطحين فورس، ضروري ما نغربلوه، جوج ديال الخمارات. انا هنا كنوضح لكم بانهم راهم جوج. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان. انا راه تعمدت البنات ما نديرش الفاني في هاد الوصفه هذه. علاش؟ باش تجينا باش يبقى لينا داك المذاق ديال الليمون، حيت تيعجبني المذاق ديال الليمون. الا درنا الفاني غادي يطغى لينا على المذاق ديال البرتقال. صافي وما غاديش غنوليو نذوقوا غير الفاني. اما ملي كتخليوها هكا على طبيعتها كتجي زوينه، صدقوني والله العظيم غير جربوها. صافي هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات غادي نزيد الكاس الثاني ديال السميده. يعني في المجموع درت 2 كيسان ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه، وكاس ديال الطحين فورس اللي خاص بالحلويات. كنخلطوا هاد المكونات مزيان 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 باش ما كيبقاوش لينا مكورين. ساهله وبسيطه وفي ساعه ما كتوجد صراحه، وكتجي انا عجباتني، كتجي بنينه وكتجي خفيفه. هنا في هاد الوقيته راني كنكون داهنه المول ديالي. اي مول نتوما بغيتو، انا غنديرها في واحد الطاوه. هانتوما غتشوفوا شويه كبيبره، يعني كتجيب حجم عائلي هاد البسبوسه. كت كتعطينا واحد الحجم كبير. هاد المقادير اللي درت ممكن انكم ما ديروش هاد الكاس هذا، ديروا غير الكاس ديال العنبه. الا ما كانش عندكم شي طاوه بحال هكا كبيره، ديروا غير الكاس ديال العنبه تجيكم في هكا في المقله الثقيله ولا في شي مول عادي. صافي هنا كنفرغوا هاد الخليط، كندخلوها الفران، كنشعلوا عليها غير من التحت حتى كتنفخ بحال الكيكه وبحال البسبوسه. اي بسبوسه واي كيكه كنديروا، كنشعلوا عليها غير من التحت حتى كتنفخ. عاد كنشعلوا عليها وتشد في راسها، عاد كنشعلوا عليها من الفوق باش تحمر. صافي الطريقه ساهله وبسيطه. غادي نقاد الخليط هكا في الطاوه، لان الخليط الا خليتيه غير شويه كيبدا يتقال دغيا دغيا. صافي غادي دابا ندخلها للفران ونتسنى عليها حتى طيب. هنايا من بعد ما طابت البنات خرجتها من الفران، غادي نخليها تبرد وغندوز باش نوجد السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه. هنا درت كاس ديال عصير الليمون او البرتقال، وواحد 2 معالق ديال السكر سنيده. هاد الحلاوه هذه اللي درت يعني كاس لاروب في البسبوسه و2 معالق في هاد السيرو، راه كيفين كتجي هي هذيك في المذاق. هنا كما كتشوفوا راني قسمتها وكنسقيها بهاد السيرو سخون، والبسبوسه تكون بارده. ضروري ما يكونوش بجوج سخان، حاجه تكون بارده حاجه كتكون سخونه، راه معروفه. صافي كنسقيها كنخليها تشرب شويه هاد السيرو هذا. فين ما شربت لينا وبردت واحد شويه عاد كنبداو نزينو فيها. تزيين البنات بحسب الرغبه، كل واحد كيزينها بقدر المستطاع ديالو بحسب الرغبه. انا غنزينها بهذا الشكل، يعني شويه ديال الكوك وشويه ديال الفيرميسيل شوكولا. صافي وكنستمر بهذه الطريقه حتى غنساليها كامله، وغادي نتلاقاو ملي نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد البسبوسه كيفاش غيجي.
هذا هو الشكل النهائي من بعد ما زينتها ومن بعد ما بردات واحد شويه، باقا دافيه ما برداتش، ما صبرتش عليها. كتجي زوينه خفيفه البنات، كنتمنى انكم تجربوها. غادي نوريكم واحد الطريف منها. شوفوا كيفاش كتجي شاربه ديك السيرو، كتجي لذيذه. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينه، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. وصلنا لنهايه ديال الفيديو. السلام عليكم، حتى الفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. شكرا على المتابعه.